السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة وأخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادينا الحبيب نادي الزمالك الملكي. ولكن في البداية رجالة عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. ويلا خليني أبدأ معاك على طول بلاعب إفريقي سوبر في نادي الزمالك بإذن الرحمن. هكلمك عنه وهكلمك عن تفاصيل الزمالك. وخليني ابدا معاك على طول بصلاح الدين مصدق. في مفاجاه بالنسبه لي، انا مفاجاه مدويه، ان في اراء في الجهاز او في لجنه الكره في الزمالك مع مجلس الاداره ان صلاح الدين مصدق يطلع اعاره. الزمالك قال لك صلاح الدين مصدق لاعب جيد بس مش الواو، مش اللي هو يعني. طب ما احنا بدل ما صلاح الدين مصدق ورا، طب ما نكتفي بمحمود بنتايك ورا بس كظهير ايسر، ونجيب الاربع لعيبه اجانب قدام، بحيث ان احنا نعمل تقل في الحته الاماميه والحته اللي قدام. فبالنسبه لي قرار مفاجئ ان صلاح الدين مصدق يطلع اعاره، مش هيتباع على فكره، يطلع اعاره يعني. فدي بالنسبه لي انا مفاجاه مدويه. فاكتب لي في الكومنتات وقول لي، هل صلاح الدين مصدق او انت شايف ان صلاح الدين مصدق يطلع اعاره بالفعل ولا يكمل مع نادي الزمالك في الموسم اللي جاي؟ اكتب لي وجهه نظرك وقول لي في الكومنتات حضرتك شايف ايه. كمان عايز اتكلم معاكم يا رجاله واقول لكم برضه ان اللاعب الافريقي السوبر اللي نادي الزمالك خلاص انهى كل الاتفاقات مع اللاعب وتقريبا خلص كل حاجه مع ناديه، هو اللاعب ياو انور. لو ياو انور يا جماعه، لو انت جيت ركزت مع اللاعب او شفت اهدافه وتابعت اهدافه وتحركاته، من افضل الاجنحه اللي موجودين في الدوري المصري. لاعب صغير خفيف سريع هداف ولاعب مميز وبيلعب جوكر وينج رايت وينج ليفت يعني. فنادي الزمالك معجب جدا باللاعب، ونادي الزمالك اتفق مع اللاعب على كل التفاصيل، والناس في نادي الزمالك تواصلوا مع اللواء اشرف نصار في البنك الاهلي، والراجل مرحب برحيل ياو انور. فياو انور يعني قريب جدا 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 من نادي الزمالك وشبه الموضوع خلصان. طب هل الزمالك بالنسبه له رقم واحد ياو انور؟ لا، بس الزمالك عايز يفنش ياو انور يعني ويخليه معاه كارت في ايده تحسبا ان الزمالك ما يعرفش يجيب حد ليفل اعلى منه، فيبقى معايا ياو انور. يبقى معايا ايه؟ ياو انور. وخلي بالك ياو انور من اللعيبه اللي متالقين لما كان موجود في الاسماعيلي، وبعد كده راح البنك الاهلي، واخر حاجه لسه مسجل فيه هدف من كام يوم يعني. اخر حاجه ياو انور لسه مسجل فيه هدف من كام يوم. فالراجل عامل اداء زي الفل وعامل اداء عظيم جدا جدا. عايز اقول على حاجه يا جماعه، لما اقول حاجه انا اقول خبر، انت ما تقوليش اصلا اللاعب ده فاشل ولا يا عمي. انا ماليش والله ماليه دعوه، دايما بقول كده. انا بقول لك خبر، انا ناقل للخبر، انت وجهه نظرك قولها زي ما انت عايز. تمام تمام. كريم البركاوي نادي الزمالك انهى كل التفاصيل معاه، ولكن يا جماعه الخير المفروض كريم البركاوي لو احنا لسه هنستناه عشان يجي يعمل كشف طبي، لا، حد يروح معاه او حد يروح للسعوديه، نبعت دكتور الفرقه دكتور محمد اسامه يوم واحد بس هيروح يعمل كشف طبي عليه ويخلص كل حاجه ويرجع. لان خلي بالك كريم البركاوي ابتدى يجيله عروض قطريه وعروض سعوديه واماراتيه. هتقول لي مش انت قلت لنا ان اللاعب وقع؟ ايوه، بس في فرق ان اللاعب وقع على عقود لسه ما توثقتش، لسه ايه ما توثقتش. وكريم البركاوي ووكيله شغالين على نفس السيناريو بتاع الموسم اللي فات، نرمي الزمالك هلب كده وكله يجري على ايه؟ على كريم البركاوي. انا شايف انه لاعب مميز جدا جدا، فاتمنى من حضراتكم اعملوا الكشف الطبي عليه وادوا له الفلوس عشان نخلص الملف ده، عشان نخلص ايه الملف ده. والنسخه اللي معاه هاتوها اهو، النسخه اللي معاه اللي هاتوها، من غير ما نوضح اكتر من كده، من غير ما نوضح اكتر من كده. انت موقع مع اللاعب واتفقت مع اللاعب اديله فلوسه اللي انت اتفقت معاه عليها عشان تاخد النسخه اللي معاه. لان من غير النسخه اللي لو ما ادالكش النسخه اللي معاه دي اللي هو موقع عليها وانت معاك منها معاك 3 نسخ منها، يعتبر العقد ملوش لازمه. فخد النسخه اللي معاه بدل ما يرفع عليك العداد بعد كده يطلب منك ارقام مبالغ فيها. لانه زي ما قلت لك يعني في انديه كتير عايزه كريم البركاوي، فهنسكت لغايه كده يعني. خلينا اتكلم معاكم يا رجاله. قلت واقول لك احنا من فتره بفضل الله ومن بقالنا فتره
عمالين نقول ان كريم البركاوي باي باي، كريم البركاوي كريم البركاوي خارج الزمالك ومش موجود في الحكايات ومش موجود في الروايات. فجأة الاخ سيف الدين الجزيري، انا اسف، فجأة سيف الدين الجزيري خلاص الراجل يعني بنسبة كبيرة جدا جدا مش موجود في نادي الزمالك. وسيف الدين الجزيري جاله عرض قطري يعني، والراجل ماشي او هيمشي من نادي الزمالك خلاص. والراجل يعني على فكرة رغبة رحيل الجزيري رغبة متبادلة، الزمالك عايز يمشيه واللاعب عايز يمشي، فالموضوع ايه هيبقى في منتهى السهولة على نادي الزمالك يعني، لان الراجل عايز يمشي زي ما قلت لك، وهو ايه يعني عايز يمشي او الزمالك عايز يمشيه يعني. فبإذن الله الجزيري هيكون خارج الزمالك. احمد الجفالي قولا واحدا، احمد الجفالي قولا واحدا يا جماعه هيطلع اعاره في نهايه الموسم. احمد الجفالي ما لحقش يلعب اساسا، ما شمهاش معانا. فاحمد الجفالي يعني الراجل هيلحق اخر 3 ماتشات او حاجه زي كده يعني، وبعد كده نادي الزمالك هيدور له على اي عرض سواء محلي او غير محلي يطلع اعاره، نشوف اللاعب قدام عينينا بقى لما يطلع اعاره. فده بالنسبه للاعب احمد الجفالي. حمزه المسلوسي الراجل يعني خلاص شغال في مراحل التأهيل بتاعته من الرباط الصليبي، ولكن عرفنا حاجة ان حمزة المسلوسي علشان يرجع يلعب وينضم للفرقة في يناير اللي جاي، نعم في يناير اللي جاي. فدلوقتي في حاجة قدام المسؤولين في الزمالك، حاجة من الاتنين، يا اما يديله استمارة 6 والزمالك ما يجددلوش او ما يمددلوش تعاقده، او ان نادي الزمالك يمدد له التعاقد ويسيبه لغايه يناير يشوف الوضع بتاعه ايه، وبعد كده ممكن يطلعه اعاره، لان زي ما قلت لك هو مش هيجهز غير في يناير يعني. انما كده كده هو مش في القايمه اصلا، هو كده كده مش في القايمه. ده بالنسبه لنادي الزمالك واللي بيحصل مع الزمالك. خليني اقول لك ان المدير الرياضي لنادي الزمالك الاجنبي الجديد الزمالك استقر عليه ومجهزه وبيتابع الزمالك دلوقتي، وهيتم الاعلان عن الراجل ده ابتداء من اول شهر 6 زي ما اكد كلام ده ميدو. ولكن المدرب الاجنبي او الراجل الاجنبي دوت هيكون موجود المدير الرياضي ابتداء من شهر 6 المقبل. وخلي بالك نفس الكلام برضه مدير التعاقدات الزمالك برضه يعتبر شبه اتفق مع او تم اتفاقه مع مدير تعاقدات جديد يكون موجود يعني في نادي الزمالك من ابتداء برضه من شهر 6، ابتداء ايه من شهر 6 باذن الله. في لاعب يا جماعه بيلعب في بطوله الامم الافريقيه الحاليه المقامه حاليا في مصر. اللاعب ده يعني منتخب بيلعب بشكل كويس مع المنتخب بتاعه، واداؤه روعه 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 مع المنتخب بتاعه في الفتره الحاليه. فالزمالك يعني تواصل مع اللاعب ومع ناديه، واللاعب يعني مرحب ان هو يكون موجود في الزمالك. فبنسبه كبيره ممكن اللاعب ده يكون موجود مع الزمالك تحت السن، مش هقول لك اسمه ايه ولا بيلعب في نادي ايه. هتيجي تقول طب ما احنا عندنا 2 تحت السن اللي هو جيفرسون كوستا وسيدي نضاي، الاتنين ماشيين. نعم الاتنين ماشيين، والناس في الزمالك لو عرفوا يطلعوهم اعاره لاي نادي هيطلعوهم، سواء نادي لسه جايب الدرجه الثانيه مثلا يلعبوا معاه. جيفرسون كوستا ده راجل مدافع، وسيدي نضاي ده راجل مهاجم، وده الكلام الاقرب ان الزمالك لا خايف يبيعهم بيع نهائي او يمشيهم، لا الزمالك عايز يطلعهم اعاره يشوفهم قدام عينيه بشكل قوي جدا جدا. خصوصا ان في ناس في قطاع الناشئين في الزمالك قال لك اللعيبه كويسه بس محتاجه ايه تاخد فرصه، ولسه خطوه الزمالك يعني لسه عليهم الخطوه بتاعت الزمالك عشان يكونوا موجودين ويلعبوا بشكل اساسي. فده بالنسبه لنادي الزمالك واللي بيحصل مع نادي الزمالك. قصه فرجاني ساسي يا جماعه الخير خلاص قتلت بحثا. فرجاني ساسي كان كلام الزمالك اتكلم عليه، لا جاي لا مش جاي، لا رايح لا مش رايح، خلاص فرجاني ساسي اصبح نهائيا خارج نادي الزمالك ولن يتواجد في نادي الزمالك في الموسم الجديد. ونادي الزمالك تقدر تقول كده ايه اداله استماره 6، تقدر تقول اداله استماره 6. فده بالنسبه للقصه بتاعت اللاعب فرجاني ساسي. واحنا زي ما اكدنا على موضوع طارق حامد، خلاص طارق حامد هيكون موجود في نادي الزمالك والكلام ده كله يعني. في لاعب الزمالك تفاوض معاه من الدوري المصري، لاعب في نادي استثماري، نادي من غير جمهور. اللاعب ده بيلعب في حتة الوسط، واللاعب ده الزمالك كان عايزه بقاله فترة، ولكن الفترة الحالية يعني الزمالك تقريبا خلاص يعني شبه الموضوع بيخلص بإذن الله مع نادي الزمالك. فبإذن الله الراجل ده يكون موجود مع الزمالك ويعمل إضافة ويبقى يعني مقدم أداء كويس جدا جدا مع نادي الزمالك. اللاعب ده هو اسمه إيه؟
مش لازم دلوقتي، مش خلي الموضوع ايه بس ماشي بشكل كويس دلوقتي، لان النادي بتاعه يعني عنده شويه ازمات كده، النادي بتاعه عنده ازمات في بطوله الدوري. فهنشوف بس لغايه لما النادي بتاعه يعدي الموضوع اللي هو فيه ده، وبعد كده نشوف الوضع ماشي ازاي. ومش الاسماعيلي على فكره، والله مش الاسماعيلي، عشان ما حدش يقول الاسماعيلي، لا مش الاسماعيلي. اي نعم في لعيبه في الاسماعيلي الزمالك عايزه، بس اللاعب اللي انا اقصده مش في الاسماعيلي على فكره. تمام تمام. طبعا يعني في النهايه يعني ايه. طيب خلينا اتكلم معاك واقول لك ان حتى الان رامي ربيعه عمال يلف في النادي الاهلي وكل شويه عمال يمطوح فيهم، ورامي ربيعه رافض ان هو يجدد تعاقده غير بالشروط الماليه، والنادي الاهلي حس ان اللاعب يعني بيلوي دراعهم. فرامي ربيعه قال لهم انا عايز اجدد بشروط، عايز 35 مليون جنيه، وعايز اخويا يبقى وكيل ياخد جزء يعني 10% من قيمه العقد يعني. ففي مشكله عند النادي الاهلي بالنسبه لقصه ايه رامي ربيعه وسبب الطلبات الكبيره المبالغ فيها من الاخ رامي ربيعه. عايز اقول ان المدير الفني الاقرب حتى الان للنادي الاهلي هو جوزيه بيسيرو. جوزيه بيسيرو يا جماعه الخير طبعا كان بيدرب الزمالك قبل كده، وجوزيه بيسيرو طبعا الراجل لما يجي الاهلي اكيد هيفرح يعني. فالراجل يعني عنده مباراه بكره في بطوله الدوري في السعوديه، لو كسب المباراه دي انا بقول لك بيسيرو في الاهلي. نعم، لان خلي بالك ان لو كسب الماتش ده هيبقى رسميا الفتح السعودي ضمن البقاء في الدوري. فالفتح قدامه 3 نقاط، اكون او لا اكون، كسبهم هيكمل في بطوله الدوري، وساعتها جوميز هيكون موجود في النادي الاهلي. وانا عن نفسي مبسوط، يعني انا عن نفسي مبسوط من اللي بيحصل في نادي الفتح السعودي. وزي ما عملوا مع الزمالك اهو بيتعمل فيهم، زي ما هربوا اللاعب او خدوا المدرب من عندنا وخلوه ساب النادي وفسخ تعاقده، اهو الاهلي بيعمل معاكم كده وبياخد منكم المدرب يعني. فجوزيه جوميز خلاص على اعتاب ان هو يتواجد داخل النادي الاهلي. مارسيل كولر المدير الفني للاهلي رافض حتى الان ان هو يسيب مستحقاته. الناس في الاهلي عمالين يحايلوه ويلعبوه ويدلعوه ويشتكوه، ولكن الراجل الكلام ده مش واكل معاه ابدا ابدا، مش جايب نتيجه معاه يعني. والراجل متمسك ان هو ياخد جميع مستحقاته من داخل النادي الاهلي، ورافض ان هو يسيب مستحقاته، ويهدد ان هو يقدم شكوى لو ما خدش مستحقاته. ده بالنسبه لقصه المدير الفني مارسيل كولر. كمان عايز اتكلم برضه اقول يا جماعه احمد سيد زيزو يوم 5/6 بعد كده يكون موجود في الاهلي. وكل الكلام اللي اتقال الايام اللي فاتت انه راجع الزمالك ده غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره، والكلام ده مش موجود على ارض الواقع. النادي الاهلي هيغربل الفرقه في عمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح والاخ كريم ندفد وعمر الساعي ولاعيبه كتير هتكون موجوده خارج النادي الاهلي، والاهلي هيبقى يطلعهم اعارات او هيبيعهم. حتى الان احمد عبد القادر مش عايز يرجع للاهلي وبيدور على اي عرض، لان احمد عبد القادر بيقول لك ان انا المركز بتاعي فيه لعيبه كتير، في بن شرقي وفي حسين الشحات وجاي تريزيجيه، فاللعيبه يعني ماليه الحته دي. كمان نادي الخلود السعودي قال لك ان احنا جايبين اليو ديانج لمده موسم، والموسم بتاعه ينتهي 30/6 مش 30/5، فاللاعب مش هيروح كاس العالم. طبعا طلع رئيس احد السعودي قال لك ان انا اسف، رئيس الخلود السعودي انا اسف، وبعد كده قال لك انا ممكن اوديه في طياره خاصه للاهلي لو هم عايزينه. طبعا هو بيعمل كده ليه؟ الاهلي لسه ليه فلوس عند الخلود، والخلود لسه ما دفعهاش، فممكن الخلود يقول له لو عايز اللاعب الشهر اللي جاي خلاص تنازل عن مستحقاتك وانا ابعت لك اللاعب. فده اللي عايزه مين او اللي بيعمله نادي الخلود يعني. فنشوف ونتابع معاكم لحظه بلحظه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.